ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد. النهارده عملت بديل النودلز الكوري اللي الناس كتير قوي بتدور عليه، لبديل يكون رخيص متوفر، وحرفيا هو ما كلفنيش الطبق ده غير 3 جنيه بس. طريقه سهله جدا جدا. يلا بقى نشوف انا عملته ازاي. انا دلوقتي معايا اندومي باي نكهه انت بتحبيها. انا جايبه السجق لسبب معين، ان السجق البهارات بتاعه السجق اصلا بتبقى سبايسي، فيعني عشان الموضوع يكمل ويبقى اندومي سبايسي بمعنى الكلمه. ومعايا من الدجاج، لو دي اضافه من عندي انت عاوزه تحطيها براحتك، مش عاوزه براحتك. وصلصه بس انا ملقتش فقلت هحط كاتشب يعني عادي، وكركم وشطه طبعا. وقلت ان انا هضيف زعتر براحتكم برضو كده دي، وزيت. دلوقتي انا هنتقل على البوتاجاز. يلا بينا. دلوقتي احط شويه زيت، تمام، وشطه شويه يعني حوالي معلقتين، كفايه كده. هجيب المعلقه وهبتدي اقلب، وهضيف شويه كركم. انا حطيت شويه كركم عشان يعني يديها لون الاصفر كده، تمام. وهضيف دلوقتي الميه اهو، هضيف دلوقتي الميه، تمام. وهضيف النودلز بتاعتي، تمام. دلوقتي هضيف النودلز بتاعتي اهو، والبهارات، والمرقه بتاعتي. اضيف شويه ميه بس، وهضيف الكاتشب بتاعي، وده المنظر بتاعه. انا ضفت الزعتر وانا بضيف الكاتشب. هسيبه بقى لغايه ما الميه بتاعته دي كلها تتشرب وهنشوف شكله النهائي. وده كده منظرها النهائي. يلا بينا نقدمتها اهو. طبعا هي سخنه، المفروض ان انت في الاخر كده بعد التقديم تحطي عصرة ليمون، تمام. وبس كده تقلبيها وبالهنا والشفا. زي يمكن الاندومي الكوري اللي احنا بنبقى بندور عليه، بندور لبديل ليه، وطعمه حلو جدا. وبصراحه انا دقته لقيت طعمه حلو جدا. يبقى لو عجبكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وكومنت. هتلاقوا في الديسكريبشن لينك بقيه حساباتي ولينك قناه اختي، ياريت تشتركوا فيها وتعملوا متابعه على بقيه حساباتي. بس كده، يلا سلام.